السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل لكم من الفراخ المقرمشة مع الرايس بتاعها كده، مع الكاتشب بصوص الكاتشب المسكر كده، هتعجبكم زي ما انتم شايفين كده الجمال والحلاوة. تابعوا الفيديو للآخر، هتعملوها ببساطة وبسهولة خالص. أنا الشيف محمود، معايا صدرين من الفراخ. هنبدأ نشرح الفراخ زي ما انتم شايفين كده ونقطعها، والزيادات نشيلها من الفراخ، نقطعها شرايح كده زي ما انتم شايفين. هنعمل النهارده اكلة فراخ كده لذيذة وتتبيلة معينة في الفراخ مع صوص الكاتشب. زي ما انتم شايفين الشرايح المطلوبة هي دي الشرايح المطلوبة. وهنا عندي انا فلفل اسود حب كده، هدقه بالهون، اللي يعرف الهون بتاع زمان بتاع امي وامك كده. هنا عندي كاسة من المية، هنجهز التتبيلة. حطيت كاستين من المية ورشة ملح كده صغيرة، معلقة كده من الملح. وادي الفلفل الاسود الحصى اللي انا دقه، وعندي ورق لورا، وعندي هنا ربع معلقة كده جنزبيل، ومعلقتين تلاتة كده من الخل، وعصرة ليمون. احط ليمونتين، عصر ليمونتين، ومعلقة من الملح صغيرة. دي التتبيلة اللي انا فيها الفراخ. زي ما انتم شايفين كده انزل بالفراخ كلها اللي عندي، الكمية الموجودة اللي هم الصدرين، واحطهم في التلاجة من ساعة لساعتين، اقل حاجة ساعة كده عشان تاخد من التتبيلة. طبعا اعمل معاهم رز بسمتي، رز المطاعم كده، المطاعم الكبيرة. طبعا نقعت الرز كده لمدة ساعة وهسيبه جنبي. طبعا غسلته ونقعته او نقعته يعني. وهنا عندنا التتبيلة التانية اللي هي ايه، كاسة من المية وكاسة من الدقيق وبيضة ورشة ملح ورشة فلفل اسود ورشة جنزبيل بودر. اقلبه كويس. لو احتجت دقيق، انا احتجت نص كاسة من الدقيق نزلت بيها عشان اوصل للقوام المطلوب زي ما انتم شايفين. اقلبه كويس، ده القوام المطلوب. هنا بقى اعمل الرز. حطيت مكعب من الزبدة. طبعا انا كنت محمر حاجه في الحله ديت، فنزلت عليها وحطيت الليمون وحطيت القرفه العيدان بتاعتنا دي الجميله عشان تدي النكهه. واحط المفروض ورق غار. التوابل اللي عندك تقدر تحطها، وتحط قرنفل، وتحط كركم. طبعا اللي انا نزلت بكركم والقرنفل مع بعض. وهنا سنه من بابريكا. ونزلت بالرز بتاعي زي ما انتم شايفين، وهنقلبه ونديله الميه بتاعته. الميه ضعفين الرز، يعني الرز ده بياخد ميه ضعفينه، ورشه الملح بتاعته، ونسيبه على جنب واحنا شغالين كده ان يستوي الرز. طبعا هنا هجهز بقيه التتبيله بتاعت الفراخ. عندي بوله كده هنزل بيها في الدقيق بالمقدار اللي انا عايزه. معلقه من الفلفل الاسود كامله كده، معلقه صغيره، ومعلقه من البابريكا صغيره، ومعلقه من الكمون صغيره، ومعلقه من الجنزبيل البودر صغيره، ومعلقه من البابريكا طبعا. ودي هنا معلقه الملح بتاعتنا. دي التوابل بتاعتنا اللي احنا بننزل بيها. وهنبدا بقى نقلب الدقيق بتاعنا ده تقليبه كويسه. والفراخ بعد ما طلعناها على مناديل كده وجهزناها، عشان نبدا بقى ايه، ننزلها في الدقيق وننزلها في الصوص السائل بتاعنا اللي احنا عملناه زي ما انتم شايفين كده. خليها تنزل كلها في قلب الدقيق قطعة، وبعدين ننزل بقى هنا فين، في الدقيق تاني. وبعدين نبدأ نرصها بقى على حاجة كده عشان نبدأ ايه، نقلي الفراخ بتاعتنا الجميلة دي، عشان نعمله تتبيلة فراخ جميلة كده وناكلها بالكاتشب تبقى طعمها جميل. اللذاذة والتسكيرة بتاعت الكاتشب دي كده بتدي طعم حلو مع الرز. شغل المطاعم الكبيرة او الاماكن الكبيرة اللي هو كنتاكي والكلام ده وماكدونالدز. زي ما انتم شايفين كده، زيت ما يكونش لا هو حامي قوي سخن قوي ولا يكون بارد. طبعا الفراخ بتستوي معانا زي ما انتم شايفين كده. الفراخ بعد ما طلعت الرز بتاعنا بعد ما استوى حاجه تحفه. اعملوها وقولوا لي رايكم فيها. تحفه التحفه زي ما انتم شايفين كده. وهنبدا ناكل مع بعض وتسمعوا صوت القرمشه والحرمشه بتاعت الفراخ. حاجه كده من الاخر، تقدر تعملها في البيت بكل سهوله من صدرين فراخ. هنعمل زوم بقى كده على الاكل الجميل ده اللذيذ عشان تعملوه.
الرحيم زي ما انتم شايفين كده. بسم الله. تحفه. اعملوا مع الشيف محمود.